السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم هو يوم الخميس 29 يناير من سنة 2026. كنتواجدوا مباشرة من أيت نعمان، وبالضبط من المعصرة العصرية المعروفة بمعصرة العثماني. في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا نقربكم بعملية عصر زيت الزيتون من معصرة العثماني، وفي نهاية هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم اللوكاليزاسيون ديال هذه المعصرة فين جات. اذا كما كتشاهدوا هنا المرحله الاولى، هنا كيتخواو الصنادق، ديال الزيتون. كما كتشاهدوا الزيتون كيجي صنادق، وهذه هي الخيرات ديال الزيتون. اللهم بارك. كما كتشاهدوا الزيتون كحل وبدرجه اقل، كاين زيتون حميمر. الخيرات ديال الزيتون اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا. مين بس هاد الزيتون مين بالقدوش؟ بالقدوش. زيتون كحل هذا عاد تحيد، واقيلا عاد تحيد. مجرب في الروندم هذا، مجرب. شحال عطاهم في القنطار هذا؟ كاين من 23 حتى 24. اذا كما قلت هنا كيتخوى الزيتون باش كيدوز للمرحله المواليه. كاين هنا واحد الفيسوس، داك الفيسوس هو اللي كيطلع الزيتون للمرحله المواليه اللي غنتابعوها معكم. من بعد ما كيطلع الزيتون من الحفره الصمتة كيدوز الفونديراتور. الفونديراتور هي امامكم. الفونديراتور هي اللي كتلاو حنا الورق على برا باش كيجي الزيتون للمرحله المواليه اللي هي مرحله الغسل. هنا كما كتشاهدوا هنا كيتغسل الزيتون، بعد ما كيتغسل كاين هنا واحد الشبكه بالفيبرون. هانتوما الزيتون بعد ما كيتغسل كاين الفيبرون هي اللي كتعزل الورق. تبارك الله كيخرج نقي كما كتشاهدوا. وهذا كاين الشبكه اللي كتعزل الورق. بعد كيجي الزيتون للجفنه كيطلع بالفيسوس للمرحله المواليه اللي هي مرحله البروايور. هذا هو البروايور او ما يسمى بالهراس. هنا كيتهرس الزيتون مزيان، ومن بعد ما كيتهرس الزيتون كيدوز للمرحله المواليه اللي هي مرحله المالاكسور. هذا هو المالاكسور. هذا المالاكسور هذا فيه 5 ديال الجفنات. شحال كتهز الجفنات؟ تقريبا 750. كل جفنه كتهز 750 كيلوغرام ديال الزيتون. هنا الزيتون كيجلس تقريبا ما بين 40 دقيقه حتى 60 دقيقه حتى كيوجد الزيت. هانتوما كما كتشاهدوا معنا غادي نحاولوا نشوفوا نقربوكم المراحل ديال. هذا هو الزيتون اللي شفنا معكم من بدايه هذا الفيديو. هنا كيتملاكسا الزيتون كما كتشاهدوا. ومن بعد ما كيوجد الزيتون كيدوز للمرحله المواليه. هذه هي البومبا اللي كدوز لنا الزيتون للمرحله المواليه. هنا كتشاهدوا هنا الزيتون كيدوز للمرحله المواليه اللي هي مرحله ديكونتور. هذا هو الديكونتور كما كتشاهدوا. وقبل لا تدوز الزيت كتتم العمليه ديال التنظيف. ديكونتور هذا هو الديكونتور. هذا ديكونتور دوفاس. وبقاو معنا غادي نوريكم عملية عزل الزيت عن المرجان والفيتور. وهذه هي العملية ديال خروج الزيت. كتخرج بهذا اللون كما شاهدتوا لأن الزيتون كحل. هنا كتخرج نعم زيتون كحل. دابا هنايا دابا هذه هنايا الزيت والمرجان. الزيت السوائل اللي كيحتويها الزيت
دابا غندوز السيباراتور على اللي سميتو. كما كتشاهدوا هنا الزيت والبترول، البترول كيتعزل بوحدو، وهذه الزيت هو البترول. ومن بعد ما كتخرج الزيت من الديكونتور كدوز للمرحله المواليه اللي هي مرحله سيباراتور. هذا هو سيباراتور. هنا كتم عمليه غسل الزيت من جميع الشوائب اللي تقدر تكون فيها. عمليه غسل الزيت كتم باستعمال الماء البارد للحفاظ على جوده الزيت. هنا العمليه ديال الغسل كما كتشاهدوا معنا. وهذه هي الخيرات ديال الزيت كما كتشاهدوا معنا. كنتم معنا متابعينا الكرام مباشرة من معصرة العثماني، معصرة تابعة لإقليم الحاج وكتواجد بالضبط بأيت نعمان. وغتلقاو فيديو توضيحي للمكان ديال هذه المعصرة، لوكاليزاسيون ديال هذه المعصرة. هذه المعصرة أمامكم، معصرة ما شاء الله، معصرة نقية، معصرة عصرية. وهذه هي الخيرات ديال الزيت، اللهم بارك. كما كتشاهدوا هي الخيرات ديال الزيت، بارك الله، اللهم بارك. بالنسبة اللي جايين من مكناس عبر طريق الرابطة بين الحاج قدور وبودربالة، المعصرة راه جاية بين جماعة أيت حرز الله وأيت نعمان. هذه هي المعصرة أمامكم. بالنسبة اللي جايين من الحاجب أو بودربالة أو توجطات، هذه هي معصرة شركة دومين العثماني.